بيبدأ الانمي مع الملك انجليس وهو نايم على سريره وخلاص بيودع رعاياه، فبتجيله الملكة اليستا علشان تزوره وتشكره على مجهوده الجبار اللي قدمه لشعبه ومملكته، لدرجة انه اتسمى بالملك البطل من كتر انجازاته العظيمة اللي عملها. علشان كده هي مش ندمانة انها ادته جزء من قوتها وخلته فارسها المقدس، ومستعدة تنفذ له اي طلب يطلبه كنوع من انواع الشكر ليه على مجهوده. فانجليس على طول مسك في كلمتها وقال لها انه عاش حياته دي في دور البطل علشان يخدم مملكتها وشعبها، فهو عاوز يتولد من تاني، بس المرة دي بقى يعيش كفارس نبيل لنفسه وبس. ومن هنا بيلفظ انفاسه الاخيره وبيموت. بتمر السنين لحد ما بيتولد من تاني في زمان ومكان تانيين خالص ومختلفين عن اللي هو كان فيهم، وانه بيرجع على هيئه بنت صغيره اسمها كريس، فبقى يشيل الهم وخايف لا يبقى ضعيف زيه زي باقي البنات، لكنه اتاكد ان قوته اللي الملكه اليستا اديتها له في حياته اللي فاتت لسه موجوده معاه عادي. ومن هنا بقى صديقي بنعرف انه بيستخدم الايثر، والايثر ده يعتبر اقوى انواع السحر الموجوده في العالم، لان الطبيعه كلها متكونه منه، وعلشان كده هو بيقدر يتحكم في كل اللي حواليه بكل سهوله. وبالرغم من كده هو لسه ما اتعلمش قوه الايثر بشكل كويس، لانه ما قابلش حد غيره بيستخدمها في حياته السابقه. هنا بقى بتدخل عليه امه وبتاخده من السرير بسرعه، لان في وحش صخري سحري هجم على المدينه على غير الطبيعي. ده عجب كريس لانه ما قابلش الوحوش دي في حياته السابقه، وبكده بقى هيبقى عنده فرصه يواجه خصم قوي ما يعرفش حدود قوته ايه. في الوقت ده بتكون امه وصلت لبيت خالته، وهناك بيقابل رافائيل ابنها الكبير وراني بنته الصغيره اللي في نفس سنه يعتبر. رافائيل بيبدا يتكلم وبيقول له انه متضايق لانه مش عارف يروح يحارب مع الفرسان لسه علشان سنه لسه صغير، برغم انه كسب الرون بتاعه خلاص. الرون ده بقى يا صديقي يبقى سلاح سحري بتتشكل علامته على ايد الفارس علشان تخليه يقدر يطلعه من العدم ويستخدمه في اي وقت واي مكان للدفاع عن مدينته وشعبها. في نفس الوقت ده بقى وحش صخري على شكل تنين هجم عليهم، فمن الخضه خالته طارت واغمى عليها، اما امه بقى فدت العيال لرافائيل علشان يهرب بيهم من المكان على ما هي تواجه الوحش بنفسها. بس رافائيل كان عارف ان خالته مش هتقدر تهزم وحش بالقوه دي لوحدها، علشان كده ساب البنتين على الارض وراح هجم هو على الوحش، وهوب الوحش ضربه هو وخالته ورماهم على الارض. علشان كده كريس استخدمت قوه الايثر بتاعتها وقتلت بيها الوحش، ولانها كده كده طفله فمحدش هيصدق انها هي اللي قتلت الوحش، وهيقتنعوا ان رافائيل هو اللي عمل كده، وبكده يبقى انقذت عيلتها وفي نفس الوقت ما خدتش دور البطوله، فهتقدر تعيش حياتها على كيفها زي ما كان الملك عاوز في حياته السابقه. تاني يوم بقى كريس بتعرف ان الوحوش الصخريه دي انواع، اقواهم هو نوع البريسيمر لانه قادر يخلص على مملكه كامله في ضربه واحده، ده بيخلي اقوى الفرسان يموتوا قدامه. فكريس حطت هدفها الجديد وانها تواجه وحش بريسيمر، وبعد 5 سنين بيكبروا الاطفال، فكريس عرفت ان ابوها هو حاكم المملكه دي، واخوها وجوز خالتها في نفس الوقت يبقى الدوج بتاعه ودراعه اليمين، وبالتالي رافائيل ابنه وارث قوته منه، ومفيش فارس بيقدر عليه الا ابوها لانه قوي جدا وعنده خبره في المعارك اكتر منه، وده مخلي اهل المملكه حاطين امال كبيره على رافائيل. في الوقت ده بقى بيوصل مجموعه من التجار علشان يتدربوا مع فرسان المملكه، لان الوحوش الصخريه مش سايباهم في حالهم وبتهاجم قوافلهم في الراحه والرجعه. وكبدايه انضم رال اصغر فرد فيهم في التدريب، بس الغريب بقى انه قدر يهزم 10 فرسان اقوياء لوحده بسرعه جدا ومن غير مساعده كمان. فكريس ركزت معاه لحد ما عرفت انه بيستخدم نوع من انواع السحر الاسود الخاص بالمنهى، وبيقدر من خلاله انه يشيل حركه خصمه لو بس بص في عينه، وبكده بيهزم اي فارس يواجهه من غير مجهود يذكر. وبما ان محدش غيرها لاحظ ده، ففهمت ان الناس فقدوا المعرفه بالسحر بعد العمر ده كله. في الوقت ده بقى رافائيل قرر انه يحط حد للغرور بتاع رال، وقام علشان يواجهه بنفسه. في البدايه كان قادر يسيطر على المعركه ضده لحد ما رال استخدم سحره وهزمه، ده خلى راني تنهار من العياط وتاكل دماغ كريس بالصحه على هزيمه اخوها قدام عيل مغرور زي ده. علشان كده راحت هي بنفسها لرال وتحدته وانه يواجهها مواجهه شريفه، يا اما هتكشف سره الصغير لكل الموجودين. فرال شخصن الموضوع معاها وحاول يسيطر عليها بسحره، وبما ان سحر الايثر اللي هي بتستخدمه كان اقوى من سحره فما اثرش فيها بجنيه حرفيا، فدخلت كريس ضده في مواجهه شريفه وقدرت انها تكسبها بكل سهوله وهي مغمضه عينيها. فالكل سقف لها باعتبارها ردت شرف فرسان بلدها من تاني. مرت سنه على الاحداث ديت والبنات كملوا فيها 6 سنين، فجي وقت حصولهم على الرون الخاص بيهم. بنعرف بقى احنا صديقي ان الرون نفسه بيتقسم لاربع انواع، خاص واعظم وعادي وادنى، فكل ما يكون الرون بتاعك اقوى كل ما بتقدر تستخدم اسلحه اكتر واقوى. هنا بقى راني طلعت ايديها واتفاجئت ان الرون بتاعها من النوع الاعظم، عكس رافائيل اخوها اللي الرون بتاعه من النوع الخاص. في الوقت ده بقى كانت كريس حطت ايديها في الجهاز، بس اكتشفت انه بيستخدم المنهى علشان يختم الرون على ايد الفارس، وبما انها فارسه مقدسه بتستعمل الايثر مش المنهى زي عامه البشر، فالجهاز ما فرقش معاها حرفيا، وبالتالي عمرها ما هتبقى فارسه. علشان كده لمت الدنيا بسرعه وقالت لهم انها تفضل مع راني كمرافقه ليها علشان تحميها، وبكده هي ضمنت انها تقدر تتدرب براحتها من غير ما هم يراقبوها، وتلاقي نفسها وصلت لحكم البلاد مكان ابوها، فتبقى حياتها الحاليه ما فرقتش حاجه عن حياتها اللي فاتت. وبعد 5 سنين الدنيا مطرت مطر من نوع قوس قزح، وده بقى بيبقى مليان بالبراصايم اللي بيحول الحيوانات العاديه او اي حاجه حرفيا لوحش صخري سحري. فكريس فرحت لان ده هيديها فرصه انها تواجه وحش من نوع البراصايم وتكتشف قوته بنفسها، لانها قتلت كل انواع الوحوش اللي اقل منه، فخلاص متحمسه لليفل اعلى من كده. فران استغربت جامد لان مفيش انسان على الارض يقدر يقتل وحش صخري عادي كده من غير ما يكون عنده رون، فكون ان كريس قادره تعمل ده بكل
بسهوله كده يبقى اكيد في حاجه غريبه، علشان كده لازم يخلوها سر حتى عن اقرب الناس ليهم. في الوقت ده بتعدي من فوقهم جزيره هايلاند من مواطن الهايلانديين، فراني شرحت لكريس ان هايلاند هي مصدر الرون والادوات اللي الفرسان بيستخدموها في القتال، فاهل اليابسه اللي زي حالتهم كده بيدوهم اكل وفلوس وكل اللي عندهم مقابل انهم ياخدوا منهم اسلحه متطوره يحموا بهم نفسهم من الوحوش الصخريه. بيجي عليهم بقى الليل، وراني قالت لكريس ان في عضو من هايلاند نزل لمملكتهم، ودي اول مره تحصل من سنين السنين، علشان كده ابوها عمل حفله كبيره علشان يستقبله. فالاتنين لبسوا الحته اللي على الحبل حرفيا وراحوا الحفله علشان يحضروها لانهم كده كده من العيله المالكه. كل ده بقى ما كانش فارق مع كريس، وكان عندها شعور داخلي ان الهايلانديين دول عاوزين يسيطروا على الارض اليابسه ويبقى هم اللي ليهم الراي الاول والاخير فيها بدل العيله المالكه. بيجي لهم والد راني وبيعرف البنتين على الفارس المقدس ليون، وقال لهم انه بيخدم مع رافائيل، وبعد كده عرفهم على المفتش اللي ليون جاي معاه. في الوقت ده بقى بيظهر لهم رال من العدم، وعرف كريس ان هو الهايلاندي اللي الحفله دي معموله على حسه، وبعدها وراها علامته وقال لها انه دفع فلوس بالعبيط للهايلانديين علشان يدوله الجنسيه، وده خلاه عنده سلطه وقوه اكبر من اقوى فارس على اليابسه. ساعتها ليون اتدخل وخد البنات معاه علشان يعرفهم على ايريس رفيقته، لان كل فارس مقدس بيكون له رفيقه زي ما كريس عملت مع راني كده بالظبط. بس ليون كان واقف عينه في وسط راسه حرفيا، لان ايريس من النوع اللي يقدر يقتل وحوش البراصين بكل سهوله، علشان كده اتعصبت لما شافت البنات معاه وضربته بالقلم، وبعدها خدت بعضها ومشيت من المكان. هنا بقى الكل سمع صوت صرخه قويه جايه من الحفله، فجروا على هناك واتفاجئوا ان رال حاول يشوط بنت من الحفله، بس المفتش وقف له، فرال اتعصب وولع فيه بنار طلعها من ايده من غير سابق انذار، لانه اتجرأ ووقف في وشه وحاول يمنعه عن اللي هو عاوزه. وبرغم كده ما وقفش عند حده، وهدد والد كريس انه لو ما سلموش البنت اللي عاوزها بالذوق هيقول لحاكم هايلاند ان هو اللي قتل المفتش ويلبسه في الحيط، انما بقى لو سمع كلامه فهيقول ان المفتش شرق فمات وخلص الحوار على كده. ومن هنا بقى كريس فهمت ان رال عامل المسلسل الحمضان ده كله علشان يوصل لها ويكسر عينيها، فقالت له انها موافقه تسلمه نفسها بدل البنت مقابل انه ما يجيش جنب ابوها او حتى راني. ايريس لما عرفت اللي حصل راحت تواجه كريس وقالت لها انها تمنعها من الدخول لرال مهما كان الثمن، حتى لو ده معناه انها تخش في منافسه مع طفله ضعيفه زيها. علشان كده كريس حولت كل الاسر اللي في جسمها لمنها علشان تخلي ايريس تعرف مدى قوتها وتوافق انها تخش في منافسه جديده معاها، لانها ما صدقت تلاقي خصم قوي زيها. بس عكس المتوقع بقى صديقي، ايريس لما اكتشفت قوه كريس انسحبت من المواجهه وقالت لها تدخل لرال براحتها، لانه كده كده لو حاول يقرب منها هي هتخلص عليه بكل سهوله، فملهاش لازمه بقى تتعب قلبها معاها في المناهده وانها تحاول تحميها وتفرهد نفسها على الفاضي. في الوقت ده بقى ليون بيظهر من العدم وبيستخدم قوه الروم بتاعه في كهرباء ايريس علشان يضمن انه هيضعف قوتها ومش هتقف في وشه وتحاول تمنعه عن اللي هو عاوز يعمله. فكريس اتصدمت وقالت له انت عبيط، انت بتوقفنا علشان تحمي رال مننا، انت عايز تخلي الهايلانديين يحبوك؟ بس ليون ضحك عليها لانه فارس مقدس يعني دمه فدا وطنه واهله، فيستحيل يعمل حركه بايخه زي دي يعني. بس الحوار وما فيه بقى انه انضم لسلسله الدم اكبر واشد عدو الهايلاند علشان يقدر انه يهزمه ويقف في وشهم من غير ما يخاف ليأذوه، خاصه ان جماعه سلسله الدم دول بقى بيسعوا انهم يعملوا سلسله كبيره من الدم يسحبوا بيها هايلاند للارض. ساعتها الروس هتتساوى فيهجموا عليهم مخصوص علشان يسرقوا اسلحتهم ويدوها لعامه الشعب علشان يحاربوا بيها الوحوش الصخريه. بس خطتهم ما عجبتش اريس لانهم كده هيضحوا بابرياء كتير في سبيل انهم يحققوا اهدافهم. اما كريس فما كانش فارق معاها كل الحوار ده قد ما فارق معاها انها تدخل في منافسه قويه، فاختارت انها تتعاون مع اريس على هزيمه ليون. ومن هنا ليون سن سكاكينه عليهم واستخدم الروم بتاعه ضد كريس لانه عاوز يشتت انتباهها بعيد عن اريس، وكمان محتاج يخطفها ويروح بيها لجماعه سلسله الدم علشان يعملوا عليها تجارب علميه هيحاولوا من خلالها يصنعوا هم بنفسهم اسلحه الرون. لكن كريس كشفت خطتهم وهجمت على طاقه البرق بتاعته وفعلا قدرت انها تخلص عليها، فما بقاش قادر انه يستخدم الروم بتاعه مره تانية ضدها. وقتها بقى عرف ان كريس قويه جدا ويمكن اقوى من وحوش البراصيم كمان، فقرر انه ينسحب من القتال ضدها بالشياكه كده ويحافظ على برستيجه. بس كريس ما سابتلوش فرصه وجريت وراه على طول. في نفس الوقت ده بقى راني نطت من شباك اوضه رال وهي بتصرخ، وهوب ظهر من وراها وحش صخر كبير جدا، فكريس جريت عليها بسرعه وضربته بالبوكس علشان تبعده عن راني. اما راني ما كدبتش خبر وحكت لها انها ما قدرتش تسيبها تيجي ترمي نفسها في النار بالسهوله دي، فجت مخصوص علشان تساعدها في القضاء على رال. بس اتفاجئت انه اتسخط لوحش صخري قوي جدا فما عرفتش ازاي تتعامل معاه وما كانش قدامها غير انها تهرب منه. هنا بقى ليون قال لهم ان هو اللي سخط رال لما حط له مسحوق براصيم في مشروبه، وعرفهم ان المسحوق ده من صناعه سلسله الدم وانه قادر يحول اي انسان من هايلاند لوحش صخري سحري، وبكده يقدروا انهم يحاربوه من غير ما يشيلوا هم محاكمه هايلاند ليهم لانهم فعليا قتلوا وحش بيهاجمهم مش راجل من رجالتهم. وبعدها قال لهم ان حتى رال في وضعه ده مفيش قدامه فرصه واحده قصاد كريس او اريس، علشان كده هيخلع من هنا قبل ما يتقبض عليه بسبب خيانته وهيسيبهم هم يخلصوا عليه. وبكده بقى اتحط البنتين في وضع صعب، خاصه ان كريس علشان تخلص عليه محتاجه تستخدم قوه الايثر بكم كبير، يعني ممكن تدمر رال ومعاه المدينه كمان. علشان كده قررت انها تستدرجه لبره المدينه، بس كان لازم تاخد اريس معاها علشان محدش غريب يكتشف مدى قوتها ويبوظ خطتها. علشان كده مسكت اريس من ايديها وجريت عليه ومعاها رزعته بالرجل لحد ما طار بره
المدينه خالص، وبعدها مدحت في قوه إيريس علشان محدش يشك انها هي اللي طيرته المسافه دي كلها لوحدها، وبعدها بتاخد البنتين معاها علشان يداروا عليها على ما تستخدم قوه الايثر، وهوب خلصت على رال في ثانيه الا ثانيه. فإيريس خمنت ان كريس بتخبي قوتها، لانهم لو عرفوا ان في انسان عنده الكم ده من القوه بس ما عندوش رون هتقلب الراي العام عليهم، علشان كده جرتها في كدبتها وخدت هي الفضل كله مكانها في هزيمه الوحش رال. مرت السنين لحد ما البنات كملوا 15 سنه، فخدوا حالهم ومحتلهم وطلعوا من المدينه علشان يروحوا يسجلوا اسمائهم في اكاديميه الفرسان الموجوده في العاصمه. واحده هتسجل اسمها كفارسه وتتدرب، والتانيه هتسجل كرفيقه ليها وتتدرب على زياده قوتها علشان تحميها وتساعدها. وفي الطريق البنتين استقروا في قريه صغيره علشان يستريحوا فيها شويه، وهناك عرفوا ان حاكم القريه دي بقى تبقى سيلين بنت من هايلاند. وعلى عكس المتوقع بقى البنت طيبه جدا وبتحب شعب اليابسه ومخليه طلباتهم كلها مجابه، فاهلها بقوا عايشين مبسوطين ومزاجهم رايق وزي الفل. ده غير انهم حبوا سيلين وحكمها ليهم. هنا بقى كريس بتاخد بالها انهم كلوا كتير لدرجه انهم صرفوا اكتر من نص الفلوس اللي معاهم، وبالتالي المبلغ اللي فاضل معاهم مش هيخليهم يخرجوا من باب المدينه، مش يوصلوا للعاصمه حتى. علشان كده راحوا يسجلوا في القلعه كمرتزقه بحيث يعملوا مهمتين 3 لحساب سيلين يقبضوا فلوسهم ويروحوا يكملوا رحلتهم. هناك بقى كريس لاحظت تغير خفيف في طاقه المنهى، كان في حد بيسحب المنهى الموجوده على السطح للارض تحت، وبما انها مش مهتمه بالترقيه وتحقيق العداله في حياتها الحاليه فعملت نفسها مش واخده بالها وقعدت مؤدبه مستنيه فرصه حلوه تجيلها لمنافسه قويه. في الوقت ده سيلين جت لهم وقالت لهم انها محتاجه مساعدتهم في القبض على اعوان الحاكم السابق للبلد دي، لان الفرسان دول ما تحملوش فكره نفي قائدهم بسبب اخطائه. فخدوا بعض واتجمعوا على حدود البلد علشان يضايقوا كل اللي داخل واللي خارج منها. علشان كده راح البنتين مع سيلين لمقر الفرسان دول. ساعتها كريس قابلت سيرينا، دي بقى فارسه اقوى من إيريس بمراحل، فاتحمست جامد لانها هتدخل في منافسه ضد خصم قوي اخيرا زي ما تمنت. فطلبت من راني تشوف هي الفرسان على ما تفوق هي لسيرينا، بس سيرينا رفضت انها تدخل في منافسه ضدها بسبب ضعفها. علشان كده كريس كشفت لها عن قوتها زي ما عملت مع إيريس لما شافتها اول مره، فسيرينا اتحمست ودخلت ضدها في منافسه لانها بقالها فتره كبيره مش لاقيه خصم قوي زيها، فبقت زهقانه وهتطلع كل زهقها ده بقى عليها. في نفس الوقت ده راني استخدمت سلاح الروم بتاعها، وبما انه مرتبه اعلى من الفرسان اللي ضدها فقدرت انها تهزمهم عادي جدا. نسيبهم ونرجع للمجانين التانيين. بعد ما كريس قررت انها تحمس المنافسه اكتر فرفضت انها تستخدم سيفها قصاد سيرينا اللي ما اهتمتش بقرارها ده واستخدمت رمحها ضد كريس، فكريس استغلت ده وشتتت انتباهها وهوب ضربتها بالبوكس نقلتها لجوه. فسيرينا استغربت اصل ايه اللي هيخلي محاربه قويه زي كريس تقف في صف سيلين اللي من هايلاند. فكريس فهمتها انها وافقت بالمهمه دي بس علشان الفلوس مش اكتر، خاصه انها اتعاملت مع سيلين واتاكدت انها طيبه فعلا وشعبها بيحبها. بس سيرينا ما اقتنعتش وحذرتها منها لان الخيانه بتجري في دم الهايلانديين، وما دام قوتها عاليه قوي كده فاكيد لحظه تدفق المنهى الغريب في البلد. بس كريس ما اهتمتش بده برضه ورجعت تكمل قتالها ضد سيرينا. في البدايه كريس كانت مسيطره على الوضع لدرجه ان سيرينا وقعت قدامها من الوجع، لحد ما راني دخلت تطمن على كريس فاتقلبت الايه وسيرينا مسكت راني من رقبتها علشان تجبر كريس انها تسيبها تهرب من المكان قبل ما تقع اسيره في ايد سيلين. وبما ان كريس ما بتهتمش بحد في الدنيا غير راني فوافقت على طلبها على طول، وبعدها هددتها انها لو لمست راني تاني هتخلص عليها. بيعدي الوقت وتاني يوم سيلين بتحكي للبنات انها خلت الفرسان اللي اسروهم يشتغلوا معاهم في خدمه البلد علشان يساعدوا اهلها على الشغل الكتير اللي معاهم، وبكده تبقى استفادت منهم بجانب انها ترجع ولائهم للبلد واهلها من تاني. في الوقت ده بقى بتدخل الطباخه على سيلين وبتقدم لها الشاي بتاعها، بس بتبقى ضايفه لها فيه نوع اعشاب جديد واللي بيعجب سيلين جدا. بعدها سيلين بتاخد البنات لتحت القلعه وهناك بتوريهم دايره سحريه كبيره هايلاند عملتها علشان تمتص المنهى من المكان لحد ما تفصل القريه عن الارض وتطلعها لفوق ويضموها لارضهم. ساعتها بقى اهل البلد هيبقوا عبيد عندهم، بس هي ما حبتش ده لانهم اهل البلد الاصليين. علشان كده هي ساكته ومستنيه لما الحوار ده يكمل، وبعدها تقعد مع حكام هايلاند وتقنعهم يدوا الجنسيه لاهل القريه حتى لو ده هيكلفها حياتها، لانها لو اتصرفت بالطش دلوقتي او رفضت الموضوع هايلاند مش هتسكت وهتبعت غيرها يكمل المهمه دي مكانها، وبكده يبقى اهل القريه فقدوا اي امل قدامهم للنجاه من مسيرهم المظلم. بيجي عليهم الليل وبيتفاجئ الكل بهزه ارضيه قويه حصلت على الحدود، فالبنتين بيجروا على هناك بسرعه علشان يشوفوا اللي بيحصل. ساعتها بقى شافوا وحش صخري عملاق واقف مستنيهم. الغريب بقى ان وشه كان عليه نفس العلامه الموجوده على وش سيلين، فكريس خمنت ان في خاين بينهم من جماعه سلسله الدم. سأل سيلين البراميسيوم علشان يحولها ويقضي عليها. هنا بقى الطباخه ظهرت لهم وهي مبسوطه جامد انها نجحت في خداع سيلين وحطت لها المسحوق في الشاي علشان تنتقم منها لان هايلاند قتلوا ابنها الوحيد. فسيلين ما كدبتش خبر وخلصت عليها على طول، وبعدها بدات تقرب من القريه. علشان كده كريس استخدمت قوه الايثر بتاعها في تعزيز قوتها وسرعتها علشان تقدر تهاجم سيلين من غير ما تموت تحت ايديها. في الوقت ده بقى سيرينا بتجيلهم وهي راسها والف سيف انها تخلص على سيلين، بس كريس منعتها وهي بتزعق لها لانها لو كانت قبضت عليها ما كانش كل ده جرى. وهنا بقى ظهر لهم زعيم الجماعه بنفسه ووضح لكريس ان اي عضو عنده بيكون معاه المسحوق ده لانهم مؤمنين باهميه تحرير الارض من حكم هايلاند. وبعد كده حاول هو بنفسه انه يقضي على سيلين،
فكريس طلعت صدت ضربته، وساعتها اتفاجئت انه قادر يتحمل ضربه الايثر بتاعتها، فدخلت في منافسه سريعه معاه، وبعدها قالت له ان سيلين لسه موجوده جوه الوحش ده، فهي مش هتسمح له انه يقتلها، علشان كده عاوزاه يساعدها انهم يسيطروا عليها مش اكتر، مقابل انهم ياخدوها ويمشوا من القريه، وساعتها يقدر يدمر الدايره السحريه الموجوده تحت القلعه براحته. بمجرد ما اقتنع الزعيم بكلامها، كريس حولت كل طاقتها لمنها علشان تقدر تجمد سيلين في مكانها، وبعد كده الزعيم استخدم طاقه الايثر بتاعته في تصغير حجم سيلين المجمد. ومن هنا بقى كريس عرفت انه فارس مقدس زيها بالظبط، لانه بيستخدم الايثر مش المنها، بس واضح كده ان قوته اعلى منها بكتير، لانها ما تعرفش هو عمل ايه بالظبط علشان يسقط سيلين كده. هنا بقى الزعيم بيكون خلص مهمته وسلم سيلين لكريس، وقال لها ان الجلد لما يدوب سيلين هتظهر بشكل مختلف بسبب تحولها لوحش، بس الاكيد انها ولا هتقدر ترجع لحجمها الطبيعي مره تانية، ولا هتقدر ترجع لحجمها العملاق كوحش تاني. يعني من الاخر كده مفيش منها خطر. تاني يوم بقى البنتين اتحركوا للقريه اللي بعدها، وهناك اتفاجئوا بوجود برسيمر لتنين قوي جدا بس متجمد، فكريس خمنت ان الجليد اللي عليه لو ساح هيرجع يتحرك من تاني، لانها حاسه بنبض خفيف جواه. في الوقت ده بقى كان في مجموعه من الوحوش الصخريه هجمت على القريه، فكريس ما استنتش ثانيه واحده وطلعت تجري على الساحه علشان تحاربهم بسرعه، بس اتفاجئت بليوني وهي بتقتلهم مكانها، وهي بتزعق لها لانها ما ينفعش تهاجم وحش صخري من غير ما يكون لها رون او سلاح في ايديها، هي كده بتعرض نفسها للانتحار حرفيا. ساعتها كريس لاحظت الرون الموجود على ايد ليوني، وعرفت انه من النوع الاعظم زي راني بالظبط، فوقفت تتفرج عليها وهي بتحارب لحد ما اتحطت في موقف هباب حرفيا، فاتدخلت بسرعه علشان تساعدها، وبعد كده تعاونوا هما الاثنين على القضاء على الوحوش الصخريه واحد ورا الثاني، لغايه ما راني جات لهم وساعدتهم يخلصوا على اخر وحش موجود في المكان. هنا بقى جالهم فارس من المدينه وقال لهم ان هيقدم لهم مكافاه على محاربتهم للوحوش، برغم انهم مش فرسان من المدينه اصلا. فراني اتحمست جامد لما عرفت انه هيديها هي وكريس بس من غير ليوني، لان ليوني اخت ليون الفارس اللي خان بلاده وهرب. فراني اتريقت عليه وقالت له شكرا يا غالي، مش عايزين منك حاجه، ورينا بس عرض كتافك. في نفس الوقت بقى رافائيل وصل للمكان هو ورهبيل المرافقه بتاعته، وبعد السلام والطيب عزمهم كلهم على الاكل. ساعتها بقى شاف سيلين اللي اتحولت لوحش كيوت بعد ما اتسخطت، وبدات بقى ليوني تشرح لهم موقف اهل البلد ضدها، لان اخوها كان اول فارس مقدس يطلع من عندهم، فطاروا بيه السما لحد ما خانهم وقتل المفتش ورال في العاصمه، فاتقلبوا ضدها بما انها هي كمان فارسه. ومن هنا بقى كريس وراني عرفوا ان اهل البلد دي ما يعرفوش الحقيقه، وان رال هو اللي قتل المفتش، وهم نفسهم اللي قتلوا رال لما تحول لوحش. يعني اليوم بريء ما خانش اهل بلده ولا حاجه، هو بس انضم لسلسله الدم. فليوني وضحت لهم انها عارفه ده كله، وان هايلاند عملوا كده وطلعوه هو الشرير وينتقموا منه، والناس ما تعرفش اللي رال عمله في الحفله، علشان كده هي عاوزه تبقى فارسه قويه وترجع حق اخوها، او تقبض عليه وترجعه للبلد تاني. علشان كده رافائيل اقترح عليها انها تقدم في الاكاديميه مع البنات، وبكده هيبقوا هما الثلاثه سوا ويحموا بعض هناك. وبعدها باقي الفرسان جم علشان ينقلوا البرسيمر من مكانه، لانهم شاكين ان هو اللي بيجذب الوحوش للمدينه من غير سبب محدد. ساعتها بقى ريبيل حكت لكريس ان البرسيمر ده هو اللي حبس نفسه في الجليد علشان ما يأذيش حد، علشان كده هم بنوا المدينه حواليه علشان يحموه، بس زي ما هو واضح كده بقى خطر على نفسه وعلى كل اللي حواليه، فلازم ينقلوه لمكان تاني، لان جليده بدا يسيح وده اللي مخلي الوحوش تنجذب ليه، فهم يسحبوه لعندهم علشان لما الجليد يفك ويطلع للعلن فوحوشه تجيله مره تانيه ويطلعوهم في مواجهه اعدائهم، وبكده يبقوا انهكوا العدو، وفي نفس الوقت يبقوا قتلوا عدد محترم من الوحوش الصخريه ومعاهم وحش برسيمر كمان، كل ده من غير اي تدخل من فرسانهم. فكريس عجبها تفكيرهم وطلبت منهم انها تروح لهم لما يجوا يعملوا كده علشان تتفرج بنفسها. ومن النجمه البنات راحوا الاكاديميه يقدموا فيها، وساعتها بقى قابلوا الامير وين امير البلاد والنظره ميلر مديره المدرسه اللي هيتعلموا فيها فنون القتال. فميلر ما ضيعتش وقت وخدت الدفعه الجديده تدربهم، وقتها الطلاب فضلوا ينموا على ليوني من ما بينهم، لانها اخت ليوني اللي قتل فرد من هايلاند اللي بيدوهم اسلحه يدافعوا بيها عن نفسهم. بعدها بقى ميلر بدات تدريبها للطلاب، فكريس قدرت تثبت قوتها مره ورا الثانيه لحد ما ميلر طلبت منها تلم نفسها وتسيب فرصه لاصحابها يدافعوا عن نفسهم، مقابل انها توفر لها اكل مجاني في الكانتين لمده 3 شهور كاملين هي واصحابها الاثنين. وبكده كريس بتاخد جنبه وبتسيب الباقيين يحاولوا انهم يواجهوا وحوش ميلر اللي طلعتهم عليهم في التدريب. بيجي عليهم الليل ووقت توزيع البنات على اوضهم، بنت مغروره كده قعدت تزعق لانها تتشارك الاوضه مع ليوني اخت الخاين، ده حط ليوني في وضع وحش لان محدش هيقبل بيها معاه في اوضته، علشان كده البنتين طلبوا من ميلر انها تسيبها تبات معاهم في الاوضه حتى لو هيفضلوا لاخر السنه 3 بنات في اوضه بسريرين. موقفهم ده اثر في ليوني جدا لانها بقالها فتره كبيره الكل بتجنبها ومحدش بيعاملها حلو خالص رغم انها ما اذتش حد فيهم. بيجي الصبح وبينزلوا البنات يفطروا سوا، وبما ان كريس وراني ما يتوصفوش في الاكل فكلوا اكل كتير يكفي عدد كبير من الطلاب، لدرجه انهم شدوا انتباه راتي زميلهم اللي لسه صاحي من نومه، لانهم مش بس كلوا وجبه الفطار اللي تديهم طاقه لباقي اليوم، لا دول كلوا اكل يكفيهم 3 ايام حرفيا. وبعدها بقى بدا راتي يعرفهم برام صاحبته وقال لهم انها فارسه وهو المرافق بتاعها، بس هي خجوله شويتين 3 فما بتاخدش على الناس بسهوله زيه، وكمان عرفهم انهم مش من البلد دي، يعني من الاخر كده مش فارق معاهم كلام الناس عن ليوني ومستعدين يبقوا اصحابهم عادي جدا. بعد الظهر بقى الدفعه كلها طلعت للساحه علشان يجروا ورا المدرس
بتاعهم. فكريس حبت تزود العيار شويتين ثلاثه، فاستخدمت قوتها في زياده مجال الجاذبيه تحتها، وبعدها طلعت تجري لقدام بكل سرعتها علشان تزود من قوتها وسرعتها في وقت واحد لحد ما قدرت توصل للمدرس. فلقت راتي هو كمان بيزود سرعته وجاي وراها، ومش هو لوحده بس، لا ده راني وليوني زودوا من سرعتهم علشان يوصلوا لهم هم كمان. ده كمان غير البنت اللي رفضت ان ليوني تبات معاها في الاوضه ودخلت معاهم في المنافسه هي كمان، علشان كده زودت من قوتها هي كمان وسبقت الكل بحبه حلوين لحد ما وصلوا لجراج التروس الطايره. فركبت واحد مع راني وليوني، اما راتي فخد برام معاه على ترسو وطار بيها لفوق علشان يتدربوا كلهم سوا انهم يحاربوا الوحوش الصخريه وهم راكبين التروس، بحيث ان سرعتهم تبقى قريبه من بعضها. اخر اليوم بقى ميلر قالت انها عندها تدريب خاص ل4 بنات، كريس وراني وليوني ولوتي، لانهم اكتر فرسان اظهروا قوتهم في تمارين النهارده، بس هتضيف عليهم كريس من المرافقين لانها اثبتت نفسها بجداره في اول يوم ليها في التدريب. وبعدها شرحت لهم الاختبار وقالت لهم انها تنقلهم لمتاهه المحن، فهم المفروض يدخلوها ويخرجوا قبل ما الوقت اللي هتحددوا ليهم يخلص، بس لازم ياخدوا بالهم كويس لان المتاهه دي بتختبر قوتك الجسديه والعقليه كمان، لان الفارس الكويس بيمتاز بالثبات العقلي ليه. ومن هنا بقى قدمت لهم ابواب المتاهه وطلبت من كل واحده فيهم تختار باب، مع العلم بقى ان كل باب منهم وراه محنه مختلفه عن التانيه، فكل بنت راحت لبابها. في البدايه كريس كانت كل لما بتمشي بتشوف لمحات وشخصيات من حياتها الحاليه، لحد ما دخلت اكتر فشافت ناس من حياتها السابقه، تحديدا كده وارثها، فحاولت تعرف منه ايه اللي قسم المملكه بالشكل ده، لدرجه ان هايلاند بقوا يعتبروا نفسهم عليه القوم والباقي عبيد عندهم. بس الوريث ما ردش عليها وحاول انه يقتلها فزقته بعيد عنها. بعدها بقى قررت انها تطلع لفوق بدل ما تكمل لقدام، لانها بالمعدل ده هتقابل اليستا، وهوب ضربت بقوه الايسر لفوق فعملت فتحه في كام دور حلوين. ساعتها لوتي بصت لها من الدور اللي فوقها على طول وهي مستغربه اللي بيحصل، فكريس فهمت ان الابواب كلها مرتبطه ببعضها لانهم فوق بعض، بس لوتي ما فهمتش ده وقالت لها انها بنت مستشار العاصمه علشان كده بتكره ليوني وطبيعي تعاملها وحش، يا اما هتبقى منافقه، انما هي وراني ما فيش اي عداوه بينهم، فالافضل انهم يتعاملوا معاها عادي ويبطلوا يتجنبوها كل ما يلمحوها. وبعد كده بقى لوتي استخدمت الروم بتاعها فطلعت لنفسها جناحات علشان تاخد كريس ويطلعوا من المتاهه لفوق، لانها زهقت من ذكرياتها الوحشه اللي بتهاجمها. وقتها شافوا ليوني وهي بتحاول بكل قوتها انها تحارب شبح اخوها لانه السبب في كل اللي حصل لها في حياتها، ففهم انهم لو سابوها معاها هتتجنن او هيحصل لها حاجه، لانها استخدمت قدر كبير من المنهى بتاعها ضده وهي يا دوبك لسه واقفه في وشه، علشان كده اتدخلوا هما الاثنين بسرعه وساعدوها. وبعد كده لوتي اعتذرت لليوني على تصرفها المهبب معاها لما عرفت انها شريكتها في الاوضه، وبكده هما الاثنين اتصالحوا سوا. على طول لوتي طارت بيهم على فوق لحد ما وصلوا لباب يخرجوا منه. فميلر اتصدمت لسببين، الاول انهم خارجين سوا وده مستحيل، والتاني لانهم هما الثلاثه خرجوا من باب رابع غير اللي دخلوا منه اصلا، فما بقتش فاهمه هما ازاي عملوا كده، بس الاتفاق اتفاق وهم خرجوا فعلا قبل ميعادهم علشان كده نجحتهم في الامتحان. اما برام بقى فما اتحملتش الاختبار لدرجه انها فتحت حفره ورمت نفسها فيها علشان تخرج من المتاهه، ومن ساعتها وهي على الحال ده قاعده تصيح جنب راتي وهي دمعتها على خدها. فالبنات رحبوا بيها وعرفوها انهم كسبوا في الاختبار هم كمان، بس بطريقه مختلفه عنها شويتين ثلاثه. وبالليل ليوني لمت حاجتها وراحت علشان تقعد مع لوتي في اوضتها بما انهم خلاص اتصالحوا يعني، فالبنات راحوا معاها علشان يسهروا هم الاربعه مع بعض. تاني يوم ميلر قالت للاربع بنات ان في حفله معموله في العاصمه مخصوص للاحتفال بمبعوث هويلاند الجديد، فرافائيل بعت دعوه لكريس وراني علشان يحضروا الحفله معاه بشرط انهم يجيبوا له سليم معاهم. هنا بقى لوتي اتكلمت وقالت ان ابوها بعت لها دعوه للحفله دي كمان، بس هي عرفته انها مش هتروح من غير ليوني شريكتها في الغرفه، وبكده الاربع بنات هيروحوا للحفله سوا، علشان كده راحوا كلهم للمدينه يشتروا هدوم جديده. وهناك بقى قابلوا اريس وريبيل وحكوا لهم ان في الفتره الاخيره في وحوش صخريه بتظهر حواليهم من العدم. الغريب بقى ان ريبيل كل مره الوحوش دي بتظهر فيها بتتعب جامد من غير سبب واضح، فهم مستنيين المبعوث الجديد لهايلاند يمسك زمام الامور علشان يعرفوا اللي بيحصل وهو يتصرف بقى براحته. وبعد كده ادوا للبنات كيس فلوس رافائيل بعته لهم علشان يدلعوا نفسهم ويشتروا اللي هم محتاجينه للحفله. ويوم الحفله بقى بيجي والبنات بتجهز، فميلر بتقول لهم انها تعرف المبعوث الجديد ده نص نص يعني، لانها كانت الحارسه الشخصيه للامير وين لما راح يدرس في هايلاند زمان، فهي تستغل الموضوع ده علشان تتكلم معاه وتطلب منه يديهم ادوات جديده للمدرسه. على الجانب التاني بقى كريس كانت بتخطط انها تستغل الحفله علشان تعرف اي معلومه عن زعيم سلسله الدم. وفي الاثناء دي بقى البنات بيوصلوا للحفله بالسلامه، ورافائيل طلع يستقبلهم بنفسه وبعدها دخل بيهم لجوه. ده خلى الانظار كلها تروح لكريس ويمدحوا في جمالها وفي هدوءها. في الوقت ده بقى مجموعه من الوحوش الصخريه هجمت على الحفله، فرافائيل هجم عليهم بسرعه جامد لدرجه ان راني قالت له ان هو الوحيد اللي قابلته في حياتها سرعته وقوته قريبه لكريس بشكل كبير، فكريس خمنت ان ده سبب التمرينات القويه اللي بيعملها باستمرار، علشان كده ما كدبتش خبر وقالت له انها عاوزه تدخل في منافسه ضده في اقرب فرصه علشان تتعلم منه فنون القتال. في نفس الوقت ده بقى ميلر طلبت من رافائيل انه يروح اوضه المبعوث يحميه على ما هي والبنات يخلصوا على الوحوش اللي موجوده في القاعه كلها. وبما انهم لابسين فساتين واخر شياكه فكريس طلبت منهم يحموا ظهرها على ما هي تستخدم الايسر بتاعها في قتل الوحوش دي بحيث انهم يخلصوا مهمتهم ويفضلوا بنفس شياكتهم. بس في الواقع بقى كريس ما سابت لهمش فرصه
يحاربوا اصلا لانها خلصت على كل الوحوش بكل سهوله، ولكنها بتقول لهم صباح الخير يا رجاله، إيه اللي جابكم هنا؟ لدرجه ان راني خافت منها ومن حدود قوتها اللي لسه ما شافتهاش لحد دلوقتي. هنا بقى لوتي جات وطلبت من البنتين يجوا معاها بسرعه عند رافائيل لان ريبيل وقع في مشكله، فراحوا هناك واتفاجئوا بريبيل فاقده الوعي، بس حواليها طاقه غريبه ما حدش قادر يخترقها. الاهم من كده بقى ان إيريس عرفتهم ان رافائيل اول ما وقعت على الارض والطاقه دي حاططها، الوحوش ظهرت في الحفله من العدم. ده خلى الفرسان تفتكر ان ريبيل هي اللي ورا هجوم الوحوش دي كلها، بس سيو مبعوث هايلاند قال لهم ان ريبيل ملهاش ذنب في كل ده وان احتمال كبير يبقى الهرميه هما اللي ورا اللي حصل. فميلر وضحت للبنات ان شعب هايلاند مقسوم لنصين، الاول يبقوا الدوكيه الكبرى، دول اللي بيبعتوا لهم الاسلحه والتروس واي حاجه تساعدهم على قتل الوحوش، اما النوع الثاني بقى فهم الهرميه، دول بقى عايزين يمنعوا اي طريقه مساعده عن سكان اليابسه لانهم اقل منهم في القيمه. وبرغم من كده فالفصيلتين دول بيبعتوا هيرال ميناس للارض علشان يحافظوا على توازن القوه في العالم. الهيرال دول بقى فرسان من هايلاند عندهم قوه عظيمه بجانب عمرهم الكبير اللي مش بيبان على ملامحهم زي إيريس وريبيل كده بالظبط. وهنا بقى بيقطعها سيو وبيقول لها ان حقل الطاقه بتاع ريبيل اتشوه وحصل فيه عطل خلى توازن الطاقه بتاعتها يختل، علشان كده الهرميه مبرمجينها انها تدمر نفسها بنفسها في حاله حدوث ده ليها، بس هو حاول انه ينقذها بكل اللي يقدر عليه. وفي وقت ما سيو بيتكلم لاحظ وجود راني فحاول انه يلطف الجو معاها، بس ده خلى كريس تقلق عليها فوقفت في نصهم علشان تحمي راني من فتنته، بس سيو ما اهتمش باللي عملته وشكرها على انقاذ سيلين اخته من الموت، وحتى كمان لما حولتها لوحش صخر صغير علشان تحميها، علشان كده حاول انه ياخدها منهم علشان يشوف لها حل يرجعها بيه لطبيعتها، بس سيلين رفضت انها تروح معاه وقررت انها تفضل مع كريس فسابها على راحتها ياكش ترضى عنه يعني. في الوقت ده بقى ريبيل فائد فطلبت من الامير انه يقتلها او يرميها في حته مقطوعه لانها مش هتتحمل اذيتها للناس حتى لو غصب عنها، خاصه انها كانت متكلفه بحمايتهم اصلا. لكن الامير رفض انه يقتلها وقال لها انها عاشت عمرها كله بتحمي شعبه، فاقل حاجه يقدر يقدمها لها انه يعالجها، علشان كده هيقعدها في مكان مليان حراس بحيث لو الوحوش دي ظهرت مره تانيه يقدروا يحموها على ما يلاقوا لها علاج. علشان كده كريس اقترحت عليه انه يبعتها الاكاديميه معاهم لان فقدان ريبيل لوحده هيأثر في صفوف الجيش، فعلى طول هيحموها بعدد كبير من الفرسان ويسيبوا البلد من غير حمايتها، انما بقى لو راحت معاهم الاكاديميه فهم هيتكلفوا بحمايتها، وبكده يبقى الفرسان اللي بيحموا البلد ما تاثروش بوجودها جامد. ده غير ان ميلر بقى عندها مختبر كبير في الاكاديميه فوجود ريبيل معاها هيساعدها توصل لعلاج ليها بشكل اسرع. الامير اول ما سمع اقتراح كريس وافق عليه على طول وساب ريبيل تروح معاهم الاكاديميه وهم يحموها بطريقتهم، بس في الواقع بقى كريس ما كانش فارق معاها حياه ريبيل في حاجه، هي الفكره كلها انها لقتها فرصه حلوه انها تتدرب على استخدام قوتها ضد الوحوش اللي ريبيل بتطلعهم. تاني يوم بقى الطلاب كلهم طلعوا يجروا كالعاده، بس المره دي الكل كان مرهق ومش طايق نفسه الا كريس اللي شال الترس قاعد عليه المدرس علشان تطلع تجري بيه وتزود من قوتها، بس الطلاب ما استغربوش ده، خلاص هم اتعودوا على الحاجات دي من كريس. بعد كده ميلر جمعت طلاب الاكاديميه كلهم علشان تعرفهم ان ريبيل هتقعد معاهم فتره، فسيلفا اخو رئيس الحرس الملكي قال لهم انهم مطلوب منهم يحموا ريبيل من اي وحش صخري يظهر لها بشرط ان المكان ما يتعرضش للضرر، ده غير ان الوحوش نفسها ما ينفعش تطلع بره الاكاديميه للعاصمه يا اما هتبقى كارثه كبيره بالنسبه لهم. فميلر كملت على كلامه وقالت انها اختارت افضل طلاب من كل فصل علشان يحموا ريبيل، بس عشان ما يتعبوش هتقسمهم فرق، كل فصل هيكون فريق من طلابه وبعد كده كل فريق هيحمي ريبيل في يوم، وانت ونصيبك بقى يا اما الوحوش تظهر في دورك او في دور غيرك. بعدها سيو اداهم اسلحه جديده علشان يقدروا من خلالها انهم يعملوا حاجز سحري علشان يستخدموه في عزل الوحوش لما تظهر بحيث ما تاذيش حد فيهم، والاهم من كده بقى ان وقت ما ريبيل تتعب يحجزوها في واحد منهم علشان ما فيش وحش يوصل لها. لكن سيلفا سن سكاكينه على البنات واتريق على كريس لانها بنت ضعيفه وملهاش رون، يعني من الاخر كده وجودها بينهم هيعطلهم وهيعرضهم للخطر اكتر ما هيفيدهم، ده غير وجود ليون في فريقهم اللي اخوها كان خاين، يعني مش بعيد تطلع خاينه زيه وتتقلب عليهم عاده في عيلتهم بقى. علشان كده كريس اقترحت عليه انهم يدخلوا في منافسه كلهم ضده بما انه جامد قوي كده يعني ومحدش بيقدر عليه، بس يو المرافقه من الصف الثاني قالت لكريس انها مش محتاجه تضيع وقتها في منافسه ضد سيلفا لانها دخلت في منافسه ضده قبل كده فعلا وكسبته بكل سهوله، فمن ساعتها بقى سيلفا مش طايقها ولا طايق الصف كله وبيتحجج باي حجه علشان يبعدهم من حواليه. هنا بقى ريبيل بتقع من طولها فتكون جدار الطاقه المشوه حواليها، علشان كده ميلر صنع الجدار حامي حوالين الغرفه بسرعه علشان تضمن ان الوحوش مش هتطلع منها لبره. فسيلفا قال لهم انه قائد فريق سنه ثالثه وبما انهم الكبار في المكان دلوقتي يبقى هم اللي هيتولوا حمايه ريبيل النهارده، هو بيعمل كل ده صديقي علشان مش عاوز حد بره فريقه يلمس الوحوش دي. لكن كريس ما اهتمتش بكلامه وبدات تقتل الوحوش بكل سهوله كنوع من انواع العند معاه يعني عشان تثبت له نفسها. اما راني فشاركت معاهم في القتال وهي بتهزهم من تحت لتحت كده لانهم كلهم موجودين هنا علشان يحموا ريبيل مش عشان يفرضوا سيطرتهم على الاصغر منهم في السن. بس سيلفا ما تاثرش وفضل متمسك برايه ان اصحابه هم اللي ليهم الحق انهم يقتلوا الوحوش دي، فالبنات كلهم عنده وضربوا وفد الوحوش الجديده. ده خلى ميلر تتدخل بسرعه وادت الاذن للكل بقتل الوحوش لانهم لو فضلوا كده هيمسكوا في خناق بعض وينسوا الهدف الاساسي لوجودهم هنا. فيو خرجت من قوقعتها ودخلت في الحرب معاهم، ساعتها كريس لاحظت قوتها وسرعتها رغم انها مرافقه يعني ليهم مش معاها روم برضه هي كمان، فدخلت في منافسه سريعه معاها في قتل الوحوش وفي نفس الوقت اللي بتطلب منها فيه انهم يدخلوا في منافسه حقيقيه ضد بعض علشان يشوفوا مدى قوه بعض. بس يو رفضت بشياكه
لانها ما بتحبش تقارن قوتها بقوه حد. في الوقت ده بقى بيختفي جدار ريبيل وبتختفي معاه الوحوش اللي بطلت تظهر في المكان، علشان كده ميلر شالت الجدار بتاعها وهي بتاكد على الطلاب انهم لازم يعملوه في اي وقت الوحوش تظهر فيه علشان الاكاديميه كلها ما تتدمرش فوق دماغهم. فسيلفا ما ضيعش الفرصه وقال ان البنات هم السبب في الضرر اللي حصل للمبنى، لانهم ما كانوش بيركزوا وهم بيضربوا الوحوش وكان كل همهم يقتلوهم وبس، على عكس هو وفريقه اللي كان خايف على المبنى فبيضرب طلقه ويريح 5. علشان كده سيو سلم لليوني سيفه من الفئه العظمى علشان يتوافق مع الرون بتاعها، وقال لها ان بعد المعركه اللي حصلت دي فهم فيهم ان من الافضل انهم ينقلوا ريبيل ووحوشها علشان لما يظهروا ما يدمروش المكان ويحجزوهم في مكان تاني. فالسيف ده هيساعدها على النقل لانه بينقل اي شخص موجود في المكان لفضاء شاسع هيقدروا فيه انهم يحاربوا الوحوش على راحتهم وبعدها يرجعوا للاكاديميه مره تانيه. على طول ميلر طلبت منهم انهم يجربوه دلوقتي لانهم محتاجين يتاكدوا ان الفضاء اللي جوه السيف ده قوي وهيستحمل المعركه اللي هتحصل جواه. فاليوني استخدمت السيف ونقلتهم للفضاء فعلا، وهناك كريس وريبيل قرروا انهم يدخلوا في معركه سريعه ضد بعض، منها يجربوا قدره تحمل الفضاء ومنها يشوفوا حدود قوه بعض. وعلى طول بدا الاثنين منافستهم ضد بعض بكل قوتهم. في البدايه الاثنين كانوا متقاربين في القوه، خاصه ان محدش فيهم سمح للتاني بفرصه واحده للعدو انه يقرب منه، لحد ما كريس مسكت ثغره على ريبيل فما استنتش لحظه واحده واستغلتها للهجوم عليها. ده خلى ريبيل تتحدف لبعيد تحديدا عند ميلر اللي صنع الجدار عازل بسرعه علشان تحمي بيه نفسها. بس الغريب بقى ان ريبيل لما خبطت فيها امتصت كل طاقه المنهى اللي ميلر استخدمتها في صنعه. فسيو استغرب وطلب من ريبيل انها تقرب من لوتي، بس ما قدرتش تاثر على مستوى المنهى بتاعتها خالص، علشان كده امر ميلر انها تستخدم الروم بتاع لوتي ويشوفوا ايه اللي هيحصل. وفعلا ريبيل قدرت تمتص المنهى بتاعته بكل سهوله ومن غير قصد منها. ومن هنا بقى سيو فهم اللي بيحصل لريبيل، فقال لهم ان قوتها اتعكست، وبدل ما كانت بتصدر المنهى للفرسان المقدسين اللي زي ميلر بقت بتاخد قوتها والمنهى بتاعتها بشكل تلقائي. وبما ان ده عكس طبيعتها فجسمها بيتعب ويحول الطاقه دي لوحوش صخريه. هنا بقى ريبيل كان اغمى عليها فعلا، فاليوني حذرتهم انها ما بقتش قادره تسيطر على الفضاء ده اكتر من كده ولازم يخرجوا منه باسرع وقت. وهوب بقى ظهر لهم وحش صخر كبير جدا، ده خلى جزء كبير من المدرسه يتدمر. بس كريس ما كانش فارق معاها كل ده لانها فرحت انها تواجه وحش صخر كبير بالشكل ده، فضربته بالرجل بسرعه علشان تبعده عن المكان، لكنه رجع تاني لارض المدرسه. ولحظه الوحش بقى كانت يو وصلت للمكان فقدرت بحركه واحده منها انها تقسمه نصين وتخلص عليه حرفيا. ومن هنا بقى كريس اتاكدت ان يو قويه فعلا حتى لو مش باين عليها ده. بعدها بقى سيو طمن البنات ان الوحش ده استنزف طاقه المنهى اللي ريبيل جمعتها كلها، وبالتالي هتقعد فتره كويسه من غير ما تسحب وحوش لمكانها لحد ما تجمع طاقه منهى اكبر من طاقتها مره تانيه، وساعتها بقى هتفرغها بنفس الطريقه عن طريق استدعاء وحوش صخريه لمكانها. في الوقت ده بيكون رافائيل واريس وصلوا للمكان وقالوا لهم ان دوله جينك المجاوره ليهم اتعدت حدودها، يعني من الاخر كده بتطلب الحرب معاهم بس بطريقه شيك. علشان كده الامير وين امر برجوع سيو لقصره مره تانيه بغرض حمايته هناك. بيعدي الوقت وبعد اسبوعين بس ميلر ادت كوز جديد متطور لراني وقالت لها ان سيو صنعوا ليها مخصوص برغم انه مشغول في تسويه الامور بين دولته والدوله المعاديه ليه. وبعدها قالت لها انه ضاف ميزه جديده في السلاح مش موجوده غير عندها وبس، وانها تقدر من خلاله تشفي نفسها لو اتصابت. في الوقت ده بقى حصل انفجار قوي حواليهم فجريوا كلهم على المكان، وساعتها اتفاجئوا ان ريبيل رجعت تنقل الوحوش الصخريه من تاني، بس المره دي بقى حمايتها كانت من نصيب سيلفا وفريقه. بس لما جه ينقلها للفضاء اتسبب في نقل راتي وبرام معاها، ده بقى حطه في موقف صعب ما بين حمايتهم من الوحوش او حمايه نفسه، وبما انه اقوى منهم فاختار حمايتهم وده تسبب في اصابته بجروح خطيره. علشان كده راني قررت انها تجازف وتستخدم قوه الشفاء اللي سيو بعتها لها على سيلفا، فسخرت كل المنهى بتاعتها للاداه اللي معاها ونالت كل قوتها لسيلفا فقدرت انها تعالج جروحه فعلا. بس في المقابل بقى جسمها هي تعب بسبب كم الطاقه اللي استخدمته مره واحده. علشان كده كريس حولت الايثر بتاعها لمنهى مشابهه للمنهى بتاع راني وبعدها حولته ليها علشان تديها الطاقه الكافيه لعلاج سيلفا تماما. بيعدي عليهم الوقت بقى والصبح بيفوق سيلفا بالسلامه، وعلى طول بيروح يعتذر لكريس وراني على تصرفه اللئيم معاهم في اول مره شافهم فيها، لانهم طلعوا احسن منه وساعدوه امبارح لما كان بيموت خلاص، بالرغم يعني من ان ده تسبب في فقدانهم لكم كبير من طاقتهم. في نفس الوقت ده بقى الحرس الملكي بعتوا امر لميلر انها تسلمهم ريبيل لانهم هيرجعوها لهايلاند تاني يشوفوا هيعملوا فيها ايه، مقابل انهم يبعتوا لهم هيرال من ناس جديد مكانها. ده ضايق الكل لانهم كده معتبرين ريبيل اداه حرب مش انسانه ليها روح، علشان كده قرروا انهم يخالفوا الامر الملكي ويكملوا حمايه ريبيل بنفسهم مهما كان الثمن. اما لوتي فكان عندها نظره مختلفه للامور، لان الامير وين المفروض عند الصفوف الاولى في الحرب يعني بعيدا عن القصر الملكي، بس الامر اللي جه لميلر بقى جه من القصر. ده معناه ايه بقى؟ ان في حد بيستغل سلطته وبيصدر احكام عشوائيه في غياب الامير، بس ده ايه هدفه من الحصول على ريبيل؟ هنا بقى مطر البراميسيوم نزل في العاصمه فظهر وحش صخري قدام ليوني ولوتي، فلسه هيهجموا عليه يتفاجئوا بقوه البرق بتقتل الوحش. ده بقى فاجئ ليوني لانها نفس قوه ليون اخوها، علشان كده جريت ورا البرق بتاعه هي ولوتي لحد ما وصلوا لمكان تحت الارض، وهناك شافوا ليون فعلا وكان معاه سيرينا. لحد هنا كان كله تمام ومفيش مشكله، بس زعيم سلسله الدم اظهر عن وجوده اخيرا وطلع معاهم هو كمان. ده خلى ليوني تتعصب على اخوها اكتر ما هي متعصبه منه اصلا، فهجمت عليه على طول بس هو كان رافض يضربها، وكل اللي هو بيحاول يعمله انه يهديها ويخليها تسمعه. في الوقت ده كانت لوتي جابت اخرها من الاثنين فحاولت انها تتدخل في القتال مع ليون
ليوني، بس سيرينا مسكتها علشان تمنعها من الدخول بينهم لانهم مش مستعدين يدخلوا في معارك مع العيله الحاكمه. فلوت استغربت جامد لانها طالبه في الاكاديميه ومحدش يعرف هويتها الحقيقيه غير اصحابها، فبما ان الزعيم عارف نقطه زي دي يبقى هو حد واصل في البلد. في نفس الوقت كان الزعيم قرر انه ينهي الجدال بين الطرفين، فقال ليون ان الديوان الملكي قرر انه يسلم بلدهم للكاهن الهايلاندي كعربون صلح بينهم لانهاء الصراع اللي حصل بسبب خيانه ليون اخوها، وده بقى معناه ان اهل البلد كلهم هيبقوا عبيد عند هايلاند. فليوني ولوت اتعصبوا جامد وما بقوش فاهمين ليه الديوان الملكي يعمل حاجه زي كده لمجرد انه يكسب ود الهايلانديين. فسيرينا قالت لهم انهم لو عايزين ينتقموا من حد يبقوا يروحوا يحاسبوا الملك اللي باع شعبه ومش يحاربوهم هم. وبعدها عرفوهم ان هايلاند هيبعتوا مبعوث من عندهم كمان 4 ايام علشان ياخد ريبيل، ساعتها هم يهجموا عليه ويقتلوه. فهم لو جدعان بقى يستغلوا الفوضى اللي هتحصل وقتها لمصلحتهم ومصلحه بلادهم، وبدل ما يضيعوا وقت فاضي في محاربتهم ومنعهم من قتل المندوب. وبكده مشيت كتيبه سلسله الدم من المكان. فالبنات جريوا على ميلر علشان يحكوا لها اللي حصل، وانهم في خلال 4 ايام لو ما خدوش موقف من الهايلانديين هياخدوا ريبيل بالاجبار، ده غير انهم هياخدوا مدينه المن كمان فوق البيعه. فكريس طلعت لهم بخطه مجنونه لو نفذوها هيحلوا المشكله دي. الكل اول ما بيسمع الخطه بيوافقوا عليها بما فيهم سيلفا. بعد ال4 ايام كريس وراني جهزوا نفسهم ولبسوا لبس الخدم علشان يدخلوا للقصر الملكي على انهم شغالين هناك بدوام جزئي، بس في الحقيقه بقى هم هيستخبوا لحد ما عشيره سلسله الدم تظهر فيقتلوهم في نفس الوقت اللي سيلفا هيحمي فيه الملك والمبعوث الهايلاندي. بس في الواقع بقى ميلر وسيلفا هيخلوا ريبيل تمتص المنهى بتاعتهم علشان تجيب وحوش صخريه للمكان لحد ما تستدعي كل الوحوش اللي عندها، وساعتها هيبقى مفيش سبب يخلوهم يرجعوها لهايلاند لانها حتى لو تعبت مش هتلاقي وحش تجيبه لمكانها، وبالتالي الخطر هيبقى راح خلاص. وبعدها سيلفا قال لهم انه مستعد انه يحمي ريبيل بحياته لانه من زمان هجم عليه وحش صخر كبير، فصاحبه اللي ما كانش عنده رون حاول انه يحميه بس انتهى الموضوع بوفاته. ولولا وصول ريبيل للمكان وحمايتها ليه كان زمانه هو كمان في خبر كان. علشان كده هو شايف ان كل اللي ما عندوش رون ضعيف ولازم يحميهم باي ثمن. من هنا بقى فهمت كريس انه مش عنصري ولا حاجه، ولا انه بيكره اللي ما عندهمش رون لانهم ضعاف زي ما كانت فاكره، بس هو متاثر بموت صاحبه فعاوز يحمي كل البشر الضعاف اللي ما عندهمش رون. بيجي عليهم الليل بقى وبيروح البنات الحفله بتاعه الملك اللي عاملها علشان شرف المبعوث اللي جاي له، فاتفاجئوا ان المبعوث عيل صغير اسمه ايفل، وبكده حمايتهم ليه هتبقى اصعب. بس بمجرد ما ايفل فتح بقه وتاكدوا انه شخصيته مش زي شكله خالص وانه خصم قوي جدا هيقدر يحمي نفسه لانه واخد من وصفات الهايلانديين كتير لدرجه انه بجح في كل الموجودين، وقال لهم انه هيديهم مدينه برجالتها وفرسانها علشان بس يوافقوا انه ياخد منهم ربايل الخربانه دي ويبدلها بواحده غيرها تحميهم، ده غير انهم عمالين يضحكوا في وشه علشان يكسبوه. وده بقى اثبت له انهم مهما وصلوا لطبقات عاليه هيفضلوا اقل منه هو وشعبه بمراحل. وبالرغم من كده بقى الملك ما اتضايقش من كلامه خالص، لا بالعكس ده ترجاه يعلمه يبقى شخصيه قويه زيه كده. فكريس استغربت هدوء الملك الغريب ده لان الطبيعي لما واحد ما يسواش زي ده يهين ملك زيه يبقى اكيد لازم يخلص عليه مش يشكره ويمدحه. هنا بقى الوحوش الصخريه هجمت على المكان كله، فكريس ما ضيعتش لحظه واحده وبدات تهجم عليهم. في نفس الوقت ده بقى حاول واحد من كتيبه سلسله الدم انه يقتل ايفل، فكريس راحت مسكته بسرعه قبل ما يأذيه، بس ايفل زعلها لانه مش ضعيف علشان تحميه، وهوب طلع ضوء غريب من ايده وقدر من خلاله انه يقسم وش الفارس لنصين. وبعدها هان الملك وقال له انه مش قادر يحميه وهو في قصره وكان هيعرضه للقتل، يعني الملك لازم يعوضه عن اللي حصل ده. فالملك ركع قدامه وهو بيترجاه يسامحه، بس ايفل رفض وقال له ان اهل اليابسه كلهم بالنسبه له زي الحيوانات اللي بيربوهم بالظبط، وعلشان كده مش هيقدر يقبل اعتذار بقره يعني. وهوب قطع دراع الملك كعقاب ليه على اللي حصل بنفس الطريقه اللي قتل بيها الخاين. وبرغم كل اللي بيحصل ده الملك امر فرسانه ان محدش يقرب لايفل يا اما هو هيعدمه بنفسه. ايه الضحك ده يا صديقي، الراجل قل من قيمته بكل الطرق حرفيا. بس كريس ما عجبهاش اللي بيحصل فمسكت دراع الملك ورجعته مكانه وخلت راني تستخدم قوتها علشان تعالجه، وقال لهم انهم لو عالجوه هياخد دراع من حد تاني من الموجودين. علشان كده كريس خدت الريسك وقدمت له نفسها وقالت له انه لو قرب منها وقدر انه ياخد دراعها يبقى حلال عليه ومش هتحاول انها تعالجه حتى. وبما انها بتتكلم بابتسامه مريبه فايفل وافق واعتبر ان ده تحدي ليه انه يحول ضحكتها لصرخه عاليه. على طول ايفل فعل قوته وحاول انه يقطع لها دراعها، بس كريس استخدم قوه الايسر لحمايه نفسها من ضرباته. ده عصبه جامد لدرجه انه فضل يستخدم قوته بايديه الاتنين ضدها وبرضه ما قدرش يجرحها جرح خفيف حتى، فتعصب جامد وامرها انها تدخل في قتال حقيقي ضده وتوريه في قوتها الحقيقيه. فالملك امرها انها ما تسمعش كلامه لانها لو اذته هايلاند مش هيرحموهم. ده ضحك ايفل عليه لدرجه انه خرج عن سيطرته وقال ان الكاهن اصلا جايب اخره منهم وبيخطط انه يخلص على بلدهم كلها، او بمعنى صح يعني ينفيهم كلهم من الوجود. فهو مش جاي لهم هنا يعني علشان ياخد حته قريه او ريبيل الخربانه، لا ده جاي لهدف اكبر واهم من كده بكتير. هنا بقى ظهرت مركبه كبيره من الفضاء، فكريس خمنت انها اكيد تابعه لكتيبه سلسله الدم، بس ايفل ضحك عليها لان حتى لو سلسله الدم اقوى عدو الهايلاند الا انهم اغبياء ووقعوا في الفخ لدرجه انهم جابوا قوتهم كلها وجم هنا يحاربوهم. وبعدها قال لهم انه خطط لده كله وقال انه هيجيب هيرال ميناس جديد علشان يجبر سلسله الدم انها تظهر ويقفشهم. وملكهم العبيط ده بقى بلع الطعم وصدق خطته وساعده ينفذها كمان. فكريس بقى قالت له يعني انت قصدك انه انسان مخادع ما يسواش 3 جنيه استغليت ملكنا وقطعت دراعه كمان، كل ده علشان تسلي نفسك بس؟ ده خلى الملك اتعصب فاداها الاذن انها تدخل في منافسه
منافسه مع ايفل بشرط انه يطلع منها حي، لانها لو قتلته هتعرضهم لوضع صعب. فايفل حاوط نفسه بسحر الباده مخفي علشان اول ما تقرب منه تتقطع حتت. وبما ان بقى كريس بتستخدم سحر اقوى منه اصلا ففهمت خطته الخبيثه، فضحكت عليه وقالت له انه اجبن من انه يواجهها، بس مش فارق معاها جبنه ده في حاجه، ولا حتى فارق معاها خوفه منها اللي خلاه يوزع طاقته على جدار كبير هتقدر تخترقه بكل سهوله، حتى برغم انه لو عمل درع صغير ركز فيه قوته كلها هيبقى قدامها فرصه افضل منه برضه. فايفل زي اللهبل عمل اللي قالت له عليه، وهوب كريس جمعت طاقه الايسر بتاعتها كلها في رجليها وهوب ضربته واحده طيرته بعيد حرفيا. وبعد كده الملك امر حراسه انهم يواجهوا كتيبه سلسله الدم ويخلصوا عليهم، يكش يعني يقدروا يرجعوا العلاقات اللي بينهم وبين هايلاند من تاني. فكريس ما كدبتش خبر وخدت روني وطارت على بره بسرعه علشان تحاربهم. ساعتها راني استخدمت قوسها وقالت لها انها تستخدم السهام في تضليل المركبه علشان ما يعرفوش مكان حركتهم، ده غير انها تسد هجومهم على القصر. كل ده على ما كريس تدخل السفينه نفسها وتدمرها. فكريس ما استنتش لحظه وعلى طول ضربت السفينه بقوه الايسر بتاعها، بس الزعيم صدها بكل سهوله. وقتها بقى لحظه ان ليون وسيرينا مش على السفينه. في الوقت ده كان الزعيم ساب السفينه ونزل لها تحت علشان يواجهها بنفسه. فكريس شكرته على الخطوه دي لانها كانت بتتدرب جامد الفتره الاخيره ولسه ما جربتش قوتها. فيلا بينا شوف حدود قوته وصلت لفين يا غالي. في نفس الوقت ده بقى ليوني سحبت الطلاب كلهم بما فيهم ريبيل للفضاء علشان تدي مساحه كافيه لريبيل انها تمتص طاقه ميلر وسيلفا كلها، وبعدها تستدعي كل الوحوش الموجوده معاها. وساعتها بقى الطلاب هيهجموا عليهم ويقتلوهم كلهم لحد ما ريبيل تخلص عليهم، وبكده يبقى عالجوها وضمنوا انها تفضل معاهم للابد. نرجع من تاني لكريس وهي بتدرس حركات الزعيم وكل تصرفاته علشان تقدر تهزمه بكل سهوله، لانه اقوى وامهر منها بمراحل، فلو ما لقيتش ثغره تخش له منها هتموت على ايده حرفيا. في الوقت ده ايفل بيكون واقع في النص ما بينهم، فكريس امرته انه يرجع عن اللي في دماغه ويهرب لان الزعيم قوي هيقدر انه يقتله بسهوله، بس ايفل عاند وصمم انه يواجهه. علشان كده الزعيم امر من سيرينا انها تديله قوتها كلها لانه محتاجها دلوقتي، وبما انها هيرال ميناس فهتتحول لسلاح خارج بين ايده يستخدمه على كيفه ويعمل بيه اللي هو عايزه، وبالتالي مش هيبقى قدامهم فرصه حرفيا ضده. في الاثناء دي الطلاب كانوا خلاص جابوا اخرهم من قتال الوحوش، خاصه ليون اللي فقدت قوتها فطلعتهم من الفضاء لبره. ساعتها ليون اتدخل وقتل كل الوحوش اللي موجوده، وبعدها عرض عليهم انه يساعدهم في مهمتهم حتى لو مش طايقينه، لانه عاوز يحمي اخته ويضمن انها تطلع من المعركه دي حيه حتى لو هي بتكرهه. علشان كده ليون رجعتهم للفضاء من تاني. فليون دخل مع الفرسان لطاقه ريبيل علشان يخليها تمتص المنهى بتاعته هو كمان وينجزوا الحرب دي ضد الوحوش. الكم ده من الطاقه خلى ريبيل تستدعي بريزيمر اقوى وحش صخري موجود في العالم، لدرجه ان فضاء ليوني ما كانش كافي لحبسه فهده وطلع منه للعلن. ده حط كريس ما بين اختيارين اصعب من بعض حرفيا، يا اما تهاجم البريزيمر وتحقق حلم طفولتها في الحصول على خصم قوي، او انها تحارب الزعيم مع ايفل وتنقذ المملكه منهم. فايفل عمل نفسه شجاع السيما وقال لها امشي انت وانا هشوف الزعيم بيقول ايه، وهوب الزعيم اداله واحده بسلاحه اللي صنعه من سيرينا فاختفى من المكان كله في ثانيه لثانيه. في الاثناء دي بقى ميلر راحت عملت حاجز حوالين المدرسه علشان تضمن ان البريزيمر مش هيخرج منها، وبعدها امرت كل اللي عنده صحه انه يروح يهاجمه قبل ما يخلص عليهم كلهم في غمضه عين. فليون اتعاون مع يو علشان يخلصوا عليه، بس يو لما قربت من الوحش بدات تتسحب جواه بشكل غريب، علشان كده ميلر حاوطتها بحاجز بسرعه علشان ما تموتش لما تدخل جواه. في الوقت ده ليون اتصدى لضربه قويه من الوحش لدرجه ان دراعه اتكسر كذا حته. فسيلفا قال لهم ان ريبيل بطلت تمتص قوته، وده بقى معناه ان اللي قدامهم ده اخر وحش موجود في المكان، فلو قتلوه يبقى خلصوا مهمتهم وانقذوها خلاص. ساعتها بقى هتقدر انها تساعدهم في قتله، بس ليون قال له انها هتصحى تعبانه بعد كل الاجهاد اللي مرت بيه، يعني مستحيل تقدر تحارب معاهم، فمن الاخر لازم يعتمدوا على نفسهم في محاربته. علشان كده ميلر امرت ليوني انها تاخد الكل في الفضاء علشان تحميهم، على ما هي تشوف هتعمل ايه مع الوحش ده، لانها لو دخلت معاهم الحاجز هيتشال والدنيا هتتهد فوق دماغهم. وبكده بقى بيفضل ليوني وميلر في مواجهه الوحش. بس في نفس الوقت ده بقى الزعيم شاف اللي بيحصل هناك في المدرسه، فامر كريس انها تاخد صاحبتها وتروح تنقذ باقي اصحابها بدل ما يموتوا على ايد البريزيمر، لانه خلاص خلص مهمته اللي جاي علشانها وقتل المبعوث الهايلاندي. نرجع بقى لريبيل بعد ما فاقت وعرفت اللي بيحصل حواليها، فامرت ليون انها تطلعهم من الفضاء لان ميلر وليون مش هيقدروا يخلصوا على الوحش ده لوحدهم من غير مساعدتها. ساعتها ميلر قالت لها ان الحاجز اللي عملته مش هيتحمل كتير، فلازم يسحبوا الوحش ده بعيد عن المدينه والناس. علشان كده سيلفا طلب من ريبيل انها تمنحه قوتها وتتحول لسلاح يحارب بيه الوحش، خاصه انها تعبانه وضعيفه لسه، يعني مفيش قدامها فرصه ضده. هنا بقى كريس كانت وصلت للمكان في نفس الوقت اللي الحاجز بدا ينهار فيه، فقالت لهم انها تتحمل المسؤوليه كلها، وهوب جريت حدفته لفوق بسرعه، وبعدها بدات تضرب الاشعه اللي بتطلعها في اتجاه المدينه علشان تمنعه من اذيه اهلها. وقتها الوحش نزل على الارض من تاني، فميلر عرفتها ان يوم محبوسه جواه تحديدا بقى في المنطقه الخضراء المنوره دي، علشان كده التحمت معاه في قتال بشكل مباشر. ساعتها ليون استغرب لان قوتها وسرعتها مكافاه لسرعه وقوه البريزيمر، وبالرغم من كل ده هي يا دوب بتصد ضرباته لانها مش لاقيه ثغره تهاجمه من خلالها حتى بعد ما استخدمت قوه الايسر ضده. في الوقت ده بقى كان البنات قرروا انهم يدخلوا يساعدوها في تشتيت انتباهه عنها على امل انها تلاقي ثغره تدخله منها او حتى طريقه تطلع بيها يوم من جواه قبل ما حاجزها يتكسر ويقتلها. وفعلا كريس اصطادت فرصتها، وبكده مش هيقدر انه يسد هجماتها او يتلاشاها، فاستخدمت قوه الايسر وضربته بيها بسرعه وهو طاير، بس الوحش فضل يقاوم ضرباتها، علشان كده زودت من قوتها ورفعت نفسها لفوق، وبعدها ضربته الضربه المدمره بايديها الاثنين. ده تسبب
في تدميره في ثواني اخيرا بعد ما طلع عينيهم في محاربته. فكريس رجعت للارض من تاني وهي شايله يول اللي فاقده الوعي على ايديها. ده بقى خلى الكل يمدحها لانهم كانوا فاكرين يو ماتت معاه لما انفجر. فكريس وضحت لهم انها انقذتها في اللحظات الاخيره قبل الانفجار. اما ليون فاستغل انشغالهم مع كريس بالمبنى اللي بقى على الارض حرفيا علشان ينسحب من المكان بهدوء من غير ما حد يحس بيه، خاصه ليوني اخته. تاني يوم بقى الطلاب اتعاونوا علشان يبنوا المدرسه من جديد. اما كريس وروني فجالهم امر ملكي بالذهاب للقصر، وهناك بقى ريبيل قالت لهم انها ما كانش ينفع تسمح لسيلفا انه يستخدمها كسلاح، لان الفارس المقدس لما بيستخدم الهيرال كسلاح ليه بينتهي الامر بوفاته، يعني بيضحي بنفسه علشان باقي المجموعه. علشان كده اريس لما شافت راني خافت وضربت ليون بالقلم، لانها مش عاوزه راني تقرب من اي هيرال لا تجبر في يوم من الايام على استخدامه كسلاح وتموت على ايده. وبعدها بقى دخلوا للملك سوا، فالملك مدح راني ومساعدتها ليه، وبعدها مدح كريس على قوتها اللي كانت كافيه للقضاء على ايفل مبعوث هايلاند، ده غير كمان منعها لسلسله الدم من تدمير المدينه. والاهم من كل ده بقى قتلها للبرزيمر اللي كان هيقضي عليهم كلهم. علشان كده هو عاوزها تمسك قياده الفرسان، او بمعنى صح يعني رئيسه للحرس الملكي في المملكه، لانها حتى لو ملهاش روم فقوتها تعادل قوه الهيرال ميناس او الفارس المقدس حرفيا، يعني محدش هيبقى انسب منها للمهمه دي. القرار ده بقى ضايق راني لانها كده مش هتشوف كريس مره تانية، يعني هتفضل وحيده الباقي من عمرها. لكن في الوقت ده بقى كريس خدت قرارها ورفضت طلب الملك، لانها بكل بساطه عايزه تعيش الحياه دي على كيفها علشان تنمي مهاراتها كفارسه وتستمتع بالقتال، ومش عاوزه تشغل نفسها بامور البلد والبطوله من تاني. وبكده بينتهي الانمي بتاعنا يا صديقي. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، والسلام.